خد بالك دي اسوأ انواع السرقه، انك تكون بتسرق من مالك مش بتاخده بالحلال. ده فلوسك، ده مشروعك، خد منه بالحلال. ليه تسرق من مالك في الخبا وتبقى حرامي وتبقى بتشتغل ذنب السرقه؟ غباء قطعي. لما نزلت بوست عن شركاء في جيم، واحد بيسرق والتاني عارف ان هو بيسرق. انا بس عايزك تفهم ان حتى لو شريكك ما واجهكش فهو شاكك فيك، لان الموضوع بسيط وسهل. لو في حاجه بتحصل في المكان وشريكك بيعديها او لسه لغايه دلوقتي بيعديها، فخد بالك، خليك حريص ان هو باقي عليك وباقي على المشروع، هو مش ضعيف. المهم ايه، كلمني قال لي يا كابتن اسلام انا حاسس ان شريكي بيسرقني، بس انا عايز اتاكد علشان خاطر ايه، كل ما اجي اواجهه تطلع في الاخر شويه مغالطات او يغلطني او بتاع، فما اعرفش امسك عليه حاجه. فانا في الاستشاره قلت له انت هتعمل 1 2 3 4. انا راجل عندي جيمات واتعرضت للمواقف دي كتير وعارف امتى بالظبط الموضوع ايه يكون فيه سرقه يعني. خلاص كده. المهم ايه، عدت الايام وكلمني بعد كام في اخر الشهر، هو كان مكلمني في اول الشهر. خلاص كده كلمني في اخر الشهر 28، قال لي يا كابتنه انا عملت اللي انت قلته، بس ما قدرتش بقى لما حصل موضوع السرقه واكتشفت ان هو حرامي فعلا و100 فل 14. عملنا قعده ودفعته على كل شهر في الشراكه من اول ما تشاركنا مبلغ يتقدم فيه ومبلغ تعويضي للسرقه اللي حصلت في المكان. حتى لو ما كانش حصل سرقه هو شال الايه العاطل بالباطل وده حق. خلاص كده ماشي. بعد الاستشاره دي جالي كميه مكالمات لا باس بها، جالي كميه مكالمات كتيره جدا 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 من ناس فاتحين مشاريع متشاركين فيها واحد الشركاء بيسرق، وغالبا اللي بيكون شغال في الفلور او الاوبريشن يعني. خلاص كده. طيب انا طلع اقول لك نصيحه لوجه الله، قبل ما تخسر بيتك وتخسر سمعتك واسمك وتقلل من قيمتك وتخسر مشروعك وتبقى طالع من مشروعك حرامي. خد بالك دي اسوأ انواع السرقه، انك تكون بتسرق من مالك مش بتاخده بالحلال. ده فلوسك، ده مشروعك، خد منه بالحلال. ليه تسرق من مالك في الخبا وتبقى حرامي وتبقى بتشتغل ذنب السرقه؟ غباء قطعي. المهم بيسرق بقى ازاي؟ ايا كان نوع السرقه، وتيجي تواجهه يقوم قايل لك ايه، اصل انا بشتغل اكتر، اصل انا مش عارف بعمل هو ما بيفهمش في الشغل، اصل انا عندي يعني الجزء بتاع شغلي او اللي انا مسؤول عنه اهم بكتير من شغله. مفيش حاجه اسمها كده. كل الطرق تؤدي الى انك حرامي. لو حاسس انت اتفقت كده كده اوتوماتيك قبل ما تتشارك عن دورك وعمليه التشغيل ودور شريكك، فلو دورك مهم ده ما يديكاش الحق انك انت تاخد اكتر، ما عندكش مشكله لانك في بينكم اتفاق. خلاص كده خالص. لو حسيت انك عايز تعمل كده افتح لنفسك، يعني انت المشروع بتاعك وهو شغال ممكن تعمل حاجه لنفسك، او ممكن تتكلم مع شريكك بكل ادب واحترام وتفهمه ان انت حاسس انك انت ايه مجهودك كبير فمحتاج اكتر بالاتفاق. مشت ما مشيتش خلاص تمام. الحاجه الثانيه ان شريكك ده كان شغال 8 ساعات وانت شغال 8 ساعات، جه شريكك قال لك انا ما كنتش فاضي اشتغل 8 ساعات او بقى مش حابب يشتغل في البوزيشن ده لاي سبب، ايه اللي يحصل منك؟ تقوم قايل له بس هنجيب موظف كفء يشتغل كويس وانت تتحمل من نصيبك تكاليف ايه تشغيله. حق ربنا ما يزعلش. لو انت عايز تقعد في البيت اقعد على حسابك، لو انت عايز ما تشتغلش يبقى من حسابك مش من حسابي. ده صح. ايا كان انت حاسس ان في حاجه ممكن بدات تحصل زياده في الشغل، ده ما يديكاش الحق انك تاخد مسمار من مكانك، لان ده مكانك مفروض بيزيد بركته ورزقك بيزيد بالامانه والاخلاص في الشغل. السرقه هتخليك تخسر كل اللي انا قلت عليه، زياده على كده هتقلل الفلوس والبركه في المكان جدا، وفي نفس الوقت لا عمرك هتشبع من الحرام ولا عمر هيبان عليك الغنى، ولو بان عليك هيبقى خراب على بيتك وعلى اولادك وهتلاقيه مردود في صحتهم وقصص انت مش قدها. عشان كده راعي ربنا في شريكك بما يرضي الله. شغال كتير شغال قليل، الاتفاق اللي بينكم هو اللي ساري ويمشي، وتبقى شغال بوش بشوش وما تزعلش.
حسيت انك بتعمل حاجه زياده، اتكلم معاه، حضر حد بينكو فاهم في الشغل، فاهم في الشغل واصول السوق، يقول يا جماعه لا اللي حصل ده يترتب 1 2 3. وطالما حضرت حد بينكو يبقى ايه، ترضى بحكمه. اي حاجه تانية هتبقى فيها غلطان ووحش وحرامي. اسمح لي انا اسف، مفيش عليهم غبار الكلمتين اللي انا قلتهم دولت، وركز فيهم كويس جدا جدا جدا، لان هم سبب خساره. انت ممكن تكونوا ماشيين وكويسين وبتكسبوا، وفجاه بسبب الحاجات اللي انت قاعد حاططها في دماغك وقاعد معيش نفسك فيها ان دورك مالوش، دور شريكك مالوش لازمه، وان انت الكل في الكل ومش عارف ايه، لو شريكك سببك ممكن تخسر. انت كنت ممكن اصلا بتسترزق على ايه، على رزق الراجل الجميل اللي معاك ده، اللي انت برضه ما كنتش مقصر معاه ولا هو كان مقصر معاك. فهي ماشيه بالتكامل، وعشان ربنا مبارك لنا فمبارك لنا ايه، عشان احنا بنحب بعض وقلبنا على المصلحه. لكن غير كده صدقني انت عمرك ما هتكون لوحدك ولا بطولك. انا مهما كنت جامد وشاطر وحلو، شريكي ده بتسند عليه جدع، يسندني ويشتلني حتى لو كان دوره صغير، انا مقدر دوره من اول يوم اشتغلت فيه، فاهمني؟ فما كنتش ايه، ما كنتش هتفاجئ في الشغل، بالعكس انا لازم اعلمه وافهمه واعتمد عليه واكبره في الشغل وفي المكان، عشان ده هينعكس على المكان وعليا. خلاص كده؟ ف الكلمتين دول مهمين جدا. وراجع نفسك لو انت بتسرق او بتعمل حاجه غلط في مكانك ولسه شريكك ما واجهكش، او يعني ايه، خايف على اللي بينكم. انت ممكن تردها في اي صوره، يعني لو حاسس انك انت خدت على الفترات اللي فاتت او الشهور اللي فاتت حاجات غلط او حاجات مش من حقك، ممكن عادي تكلم شريكك وتواجهه وتقول له صباح الفل، عامل ايه الاخبار، والله خد دول، او دولت مثلا ايه الزياده الشهر ده ليك، او مش عارف ايه، في اي صوره، واسال بقى فيها شيخ. والمهم انك انت تتخلص من الحرام اللي عندك ده. صباح الفل.